السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس اللي طبعا متابعانا، أنا سعيد جدا جدا بالرسائل اللي بتجيلي والله من الناس اللي عاملة الحصالة ومتابعة معانا لحظة بلحظة. وفي ناس طبعا يا جماعة ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله طبعا خلاص هتفتح الحصالة على رمضان، والناس جاهزة بسم الله ما شاء الله إن هي بدأت إن هي تعمل حاجة محترمة، وفي نفس الوقت يعني الناس ملتزمة. وانا مبسوط جدا جدا باجراء الناس معانا، والناس متحمسة للموضوع. ولكن في ناس بتسألني بتقول يا دكتور احمد هو احنا دلوقتي الحصالة وصلت كام؟ والله يا فندم طبعا احنا العداد ما شاء الله دلوقتي يعني كسرنا ال 500 دلوقتي، ماشي حلو. طيب عايزة تنضم لينا، عايزة تنضم للتمرين ومش عارفة تنضمي، حضرتك ممكن تبدأي من شهر 2، يعني بدايتك من شهر 2 اسمها حصالة 2. حصالة 2 دي حضرتك هتلاقي في ناس بتعد اهلا وسهلا، تلاقيها مثلا وصلت المبلغ وصل 600 وصل 650. يا جماعة ده في ناس حاطة في الحصالة، حد باعت بيقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، خلاص حاجات بسيطة وان شاء الله باذن الله هيبدأ يفك الحصالة عشان يشتري يميش رمضان وحاجات رمضان. دي حاجة كويسة جدا ومؤشر كويس جدا. ولكن برد على ست الكل اللي بتسأل بتقول انا اعمل ايه، انا نفسي اشترك معاكم في الحصالة وانا انتوا بادئين وابدأ ادخل معاكم ازاي؟ ادخلي في حصالة 2 يا فندم. حصالة 2 دي ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا ال 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 الناس اللي اشتغلت قبل كده خلاص دي شغاله زي ما هي. هبدا بقى اعد، ابدا مع التمرين احط 10 جنيه زي ما بيتحط التمرين، وانتوا بقى تحطوا بقى في الحصالات بتاعتكم. حلو. وانت ماشيه جت فكه زياده، جت فلوس زياده، حطيها بس اكتبيها على جنب، بحيث ان انت يكون عندك طموح ان انت تكسري ال 600 في خلال يعني تحطي 600، توصلي الرقم 600 لما سبق. ليه؟ النهارده انت لما تيجي تبقى عندك حماس انك توصلي لركب الحصاله اللي هي ماشيه لغايه دلوقتي في ال 600، يبقى انت كده حضرتك ماشيه مع المجموعه كلها، ويبقى انت كده طب يا دكتور احمد مش هقدر اكمل ال100، كراستك الجميله جنب منك وتبدأي في حصاله شهر 2. شهر 2 ابدا احط عادي جدا جدا مع الحصاله، بس مالكيش دعوه بالارقام الاجماليه اللي اخواتك او اخوك بيحطوها بيعلقوا بيها، يقول لك بس وصلنا 700 وصلنا 1000 وصلنا 500 زي ما مالكيش دعوه بيهم. ابدأي كأنك هتبدأي من اول وجديد في شهر 2. خلاص؟ يعني انت كده تجهزي نفسك وتدخلي في حصاله 2، ما تدخليش في التمرينات اللي شغاله دلوقتي. طب يا دكتور احمد انا عايزه ابقى منتميه للمجموعه اللي شغاله او المجموعه اللي عامله الحصاله، اعمل ايه؟ حضرتك شوفي المبلغ الاجمالي وصلنا كام وكملي عليه، حضرتك حطهم كلهم في الحصاله مره واحده مع الصدقات، تعدي 4 جمعات لكل شهر، دول بتبقى صدقات لربنا سبحانه وتعالى، تخلصي فيهم النيه لله وتبداي حضرتك تخشي في هذا الركب. النظام بتاعنا 10 جنيه في اليوم عند حد ادنى يدينا 300 في الشهر، تشوفي لك 10 افراد تدخلي معاهم جمعيه اسمها جمعيه ال 300. ال 300 يعني 3000 يسدوا خانه، تجيبي لك بيهم ربع جرام دهب، نص جرام، ايا كان مكان انت حره. بس فكره الحصاله دي فكره مستمره والدنيا شغاله عليها دلوقتي، بحيث ان بدايه الطريق لان انت تدخلي في حاجه لازم يكون بدايته ادخار، وليس ان انا ادخل اغامر به. وعلى فكره يا جماعه دايما انا بقول في عندنا هرم اسمه الهرم الادخاري. الهرم ده يا جماعه من الاخر كده، هرم ده من الاخر كده يقول لك القاعده الاولانيه قاعده ادخار، افضل ادخر لمده لا تقل عن 3 شهور. بعد ال3 شهور ابدا اقيم نفسي، احط الفلوس بتاعتي في ذهب، وابدا من خلال الذهب انتقل بقى لشريحه تانية، ادخر تاني وازود على الاصل اصل الذهب. يبقى انا كده بحوش، بجيب ذهب
يبقى انا كده ما بهدرش القيمه بتاعتي، ما بصرفش فلوسي في حته مرميه على جنب، وفي نفس الوقت ابدا ان انا الم من هنا ومن هنا. ادي. ويا جماعه بعد اذن حضراتكم، موضوع الفكه تمام اللي هي اللي موجوده، يعني الفكه اللي ايه اللي انتوا بتسيبوها مش عارف في السوبر ماركت، وبتسيبوها مش عارف للبياع بتاع الخضار جنيه و2 جنيه. خلاص يا عم ما تدقش، لا انا ادق ونص وثلاث ارباع. ايه يا دكتور احمد الكلام اللي انتوا 2 جنيه 3 2 جنيه و3 جنيه، لان الحصاله بتقول 10 جنيه زائد 3 جنيه، 10 جنيه زائد 2 جنيه، 10 جنيه زائد 4 جنيه. ليه انا بحط الرقم اللي جنب ال10 ده؟ عشان ما تستغناش عن الفك، لان الفكه عامل مساعد بيخليني ان انا اتشجع اكتر واتحمس اكتر ان انا ادخر، ويبقى في فرصه ان انا يبقى ايه في ادخار. وياما الفكه يا جماعه والله، وبقولها اهو، وناس كتيره بتتريق وناس كتير والله الفكه دي ليها مفعول وليها سحر كده جميل جدا جدا على الحصاله. بيديك حاجه كده وحاله وايحاء ان انت ايه بتعمل حاجه قيمه، وان انت بتحافظ على مالك وشقاك. ما هي ما اتكتبتش علينا. انا عايز اسال بس السؤال، ال2 جنيه اللي انت بتسيبهم دول حضرتك ليه اللي بتاع الخضار اللي هو اللي موجود ده حضرتك، هو بتاع الخضار ده حضرتك اغنى من الراجل اللي قاعد على الشارع في الطريق مش لاقي ياكل؟ طب ما تاخد ال2 جنيه حضرتك وتديها ال2 جنيه بتوع الراجل بتاع الخضار، بتاع الراجل اللي قاعد على في الشارع ده. اهو 2 جنيه دول حضرتك بالنسبه للراجل اللي نايم في الشارع على الرصيف ده كنز. ليه؟ ده هو جعان جدا 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 على الاخر، هيجيب له طعميه بجنيه ورغيف، هيحطهم الاثنين بقى سندوتش طعميه كلوا، يبقى انت كده سددت حاجه جائع على. لكن ان انت حضرتك تسيب ليه الغني تسيب له الفكه؟ لا انا رافض الكلام ده يا جماعه. انا هي دي حسابات انا. وبعدين الموضوع اللي انا بتكلم فيه مش بخل، ناس كتيره بتترجم كلامي ان ده بخل وكلام زي كده. ده انا بقول لك شبرق على الصدقات. تيجي يا باشا كل يوم جمعه، انت لو الدنيا حضرتك بقى يعني ما يعني الدنيا ما معاك على الاخر، يعني طلع يا باشا، طلع صدقات يا باشا، تلاقي الدنيا فكت يا باشا، والدنيا طلعت عندك وجابت حاجات جديده يا باشا، والحصاله ولدت 30 حصاله، وسبحان الله والله يضاعف لمن يشاء. ده قاعده موجوده. لكن انا ضد حته الاستغلال، ان انا اسيب حد يبقى انا جاي ولا معيش يشوفها بقى ولا معيش فكه. يا ست الكل يا ست هانم، يا واد يا واد يا واد انت، يا واد يا لئيم انت. وطبعا الهوانم لما بيروحوا مفيش اصلا ست هانم اصلا، اللي قاعدين هم الناس اللي زي حالاتنا، الناس اللي هم ستات البيوت اللي هم اصلا طالع عينيهم تمام، وطالع عين اللي خلفوهم، وبيدبقوا يومهم وشهرهم بالعافيه. يا جماعه انا من جوه البيوت، يعني انا مش من حد يعني جاي من سنسبر، يعني انا بتكلم بالبساطه بتاعتنا احنا، بتاعت كل بيت، بالطريقه اللي احنا طلعنا وتربينا عليها. لقينا امهاتنا بتدبق من هنا وبتجيب من هنا وبتحط من هنا لحد لما علمونا وربونا وبقينا الحمد لله يعني. ولكن ما اتكتبتش علينا الوجاهه والمنظره ان احنا نسيب قرش شقيانين فيه اصلا عشان خاطر ده هيبص لي بصه مش كويسه. لا بيبص لك بصه مش كويسه، ما تنزليش السوق، ما تنزليش السوق خالص، ما اشوفش وشك في السوق ده خالص. ليه؟ ده انت يعني معلش، ده احنا الواحد مننا لما ينزل يشتري فردة شراب من الشارع ويجيبها بس كده بسعر كويس بتقول ده انت تضحك عليه. ما بيعجبكمش العجب اصلا، يعني ان انتوا اصلا احنا كمجتمع رجاله وقت لما بنعمل لا ده انت تضحك. احلى كلمه تتقال في اي وقت من اي حته على طول، يعني خبط لزق كده انت تضحك. لو انت حضرتك يعني لما واحد يجي انت نازله تشتري خضار والراجل بتاع الخضار يقول لك يا الله انت بقى يعني ست ده الخضار غيري، ده احنا متمرمطين وطالع عنا، وبعدين مش من مقامك يا ست الكل. ايه وهي بقى تروح سامعه الكلمتين برستيجي ووضعي وما يسمحش، وانا مش ههز طولي على ال5 جنيه اللي جايه. ما تنزليش السوق، ما تشوفش وشك في السوق خالص. تمام؟ عشان كده يا جماعه انا دايما حريص جدا على الاسره المصريه، حريص على الاسره، حريص على شقاك، حريص على تعبك. زي ما انا الغني بيستفيد مني. ناس يقول لك يا دكتور احمد ده انت يعني
بيتكلمني في حاجه يا بيه، ده انا ده انا إيه، بنصح الناس في ذهب واستثمارات وحاجات. الناس كسبت من ورانا ملايين. عمري ما جيت قلت لحد على استشاره على العام كده ولا حاجه كده على العام قلت له يا عم انا فين ولا لا. زي ما انا بفيد الغني بفيد الناس البسيطه اللي زي حالتنا. عشان كده بقول لحضرتك لما اتكلم واقول لك ان الجنيه النهارده اهم من اي حاجه تاني، من اي حاجه تاني مؤجله لبكره، يبقى الكلام بتاعي كلام ليه ثمن. عشان انا الكلام ده من 2022 وانا بنادي بيه بقول القرش الابيض النهارده هيبقى ليه ثمن بكره مضاعف قيمته، على الرغم ان قيمه الجنيه بتقل لكن مضاعف قيمته هي القيمه الادخاريه اللي موجوده. وخدعوك فقالوا ان الادخار بيلتهب. انا اللي بقول الكلام ده بقوله لحضرتك وبقوله لحضرتك، محدش يسمع كلام حد. شغالين زي ما انتوا. ليه؟ انت حضرتك انت فلوسك اللي انت بتدخرها دي هتجيبها منين؟ يعني انت عايز تجيب ذهب حلو، هتروح قاعد كده مع نفسك او قاعده مع نفسك تقول يلا يا عم انا عايزك ذهب، تجيلك الذهب لغايه عندك؟ ولا في سلوك بيتم لدى البشر عشان يوصل لحاجه معينه؟ السلوك ده هو اسمه السلوك التراكم النفسي، سلوك التراكم المالي، سلوك التراكم الراسمالي، سلوك التراكم الاستثماري. بعمل ايه؟ النفسي عايز اشبع نفسي بحاجه كويسه جدا مع الناس، اهلا وسهلا، اود الناس، اروح ازورهم، اروح اتعامل معاملات طيبه، عشان عارف ان النهارده انا عندي بكره عندك. اذا كانت عندك النهارده بكره عندي، يبقى انا بعمل ادخار نفسي، بعمل ادخار نفسي. بالنسبه للادخار المالي، النهارده الجنيه على جنيه النهارده على جنيه بكره، تمام؟ قطارات البحر كله جاي من قطارات جاي من من المطر، وقطرات المطر قطره على قطره على قطره زي ما انتم شايفين بتعمل سيول. النهارده ما تستصغرش الكلام دوت. بص يا فندم، لو انت بقى الدنيا عايز تعيشها حلوه وتحس ان انت بتتأنتك كده في حاجه مع ربنا، شيل الفكه دي وطلعها صدقه لربنا سبحانه وتعالى، بس ما تسيبهاش، ما تسيبهاش. يا جماعه انا اطلقت عام 2026 عام نسف المظاهر، عام نسف الفشخره، عشان الناس تبدا ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ عشان في ناس كتيره جدا بتسالنا يا دكتور احمد، هو انت مش انت بتتكلم على طول في الدهب وكأن الناس كلها عندها دهب، وتلاقي واحده ترد عليها تقول الله يا رب وعدنا، يا رب وعدنا، وانا قاعده بنزل يا دابك اكلي في الاسبوع كله 7 ايام، 6 ايام دليفري، ويوم واحد اروح اكل عند امي. منين حضرتك انت هتروحي تاكلي؟ ولا عمرك لا هتشوف ده، انت لا هتشوف لا دهب ولا جنه. ما هو انت واحده مش عارفه تدبق يومها، مش عارفه تحافظ على بيتها، مش عارفه تنظم يومها، مش عارفه تحط حاجتها، مش عارفه تشيل حاجه لبكره. طبيعي ان انت حضرتك هتقولي قاعده عماله تتفرجي على الكومنتات وتفكر. الراجل بتاع الاقتصاد ده بيتكلم في الدهب وبيتكلم في الاستثمار وبيتكلم في الادخار وبيتكلم كل فئات المجتمع شويه ممكن تلاقيني طلعت بس تاني على الصفحه تاني بكلم كبار المستثمرين على مستوى الارض يعني. عادي جدا. بس انا حريص على الناس الطيبه، الناس الغلابه، الناس الطيبه اللي انا منها، الناس اللي انا طالع منهم. خلاص يا جماعه معلش، دي كانت فضفضه كده طالعه معاكم عشان خاطر الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه. وانا سعيد جدا جدا ان انا معاكم، و ان شاء الله باذن الله يا رب يكرمكم جميعا. ولو احتجتوا اي حاجه يا جماعه، الحصاله يا جماعه تدونوا كل قرش، كل مليم بيتصرف دونوه، ما تسيبوش اي حاجه كده مرميه في الارض لاي حد شقاكم، حافظ عليه عشان تقدروا تمسكوا الدنيا معاكم. ويخلي بالكم يا جماعه، القرش النهارده ابيض، بكره
ممكن ما يبقالوش لون. خلاص، نهايه ان انا سعيد جدا جدا ان انا كنت معاكم وبشكركم، واسف جدا جدا على الاطاله، ولو في اي استفسارات احنا معاكم. وبشكر فريق الادمن اللي بيساعدني في كل مكان، مهندسه راويه، استاذه همه مصطفى، استاذه اميره محمد، المجموعه بتاعتي، الناس المحترمه اللي هم قاعدين يعني ستيب باي ستيب مع كل جمهور فكر اقتصادي، واحنا معاكم ان شاء الله باذن الله على مدار الساعه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.